السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناتكم قناة بغيت نصلح داري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غبنا عليكم شي شويه، طولنا في الغيبه، شحال هادي ما لحت لكم حتى شي حاجه، ولكن بحكم الظروف ما كنتش كنسالي وبحكم شي حوايج. المهم الحمد لله، وبحكم هذه الخدمه كما كتشوفوا تعطلنا فيها، شحال هادي ما لحت لكمش منها شي حاجه. كانت شي ظروف قانونيه مي الحمد لله حليناها، اللهم لك الحمد، واستمرت الاشغال. فكما كتشوفوا مشاهدي الكرام، راه كتكون عندي الخدمه ماشي ما عنديش خدمه، هي ما كنبغيش نشارك معكم شي حاجه اللي معاوده، كنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي جديده وغادي نستافدوا جميع. فكما كتشوفوا مشاهدي الكرام، هذه هي الشقه ديال مدينه سلق ديال السكن الاقتصادي اللي على البحر، اللي كنت قلت لكم بشحال هذه وشاركت معكم فيديوهات ديالها كيفاش كانت وكيفاش ولات. فهذه هو الشكل ديال الشقه ديالنا كيفاش ولات. هنا الصالون كما قلت لكم في الاول، هنايا كاين الصالون كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هنا كاينه الدخله، وهذه هي الشوفه ديالها. كما قلت لكم في القبص خدمنا على السامبل، فهضرنا على القبص، من بعد ان شاء الله منين يركبوا لي سبوت تركب الاناره، وديك الساعه غادي نهضر لكم على الديكور سامبل وكيفاش غنقسموا الاناره باش تعطينا واحد الكليراج اللي غيكون زوين. فكما كتشوفوا المطبخ ديالنا هو هذا اللي عصري، اللي الكونطوار ديالو هو هذا، كاين اللي كيقول ليه ميني بار، كاين كل واحد شنو كيقول له. فهذا هي الكوزينه ديالنا اللي مفتوحه على الصالون ومفتوحه اونفاس معاها. كاين هذا السيجور هذا اللي مشروك بحالو بحال الصالون، ملي كتوقف هنا كتبان لك شوفه وحده. فكما كتشوفوا هنا كان واحد السور اللي كنت قلت لكم من قبل غادي نديروا فيه الخامه، مي تبدل الاراء مع تبانوا افكار اخرى مع الاراء ديال مول الدار، فبانت فكره اخرى. هنا ان شاء الله غادي يكون واحد الديكور ديال العود، غادي يفصل هنايا، غادي يكون فيه مثلا واحد متر و20 ولا متر و30، غادي يكون هنايا اللي غيقسم لنا هذه البلاصه هذه غادي يكون بالعود. فكما كتشوفوا الشوفه هي هذه، المطبخ ديالنا هو هذا كما كتشوفوا. الرخام اللي كنا درنا ركبنا، وقلت لكم النوعيه خصكم تختاروا النوعيه الممتازه ماشي داك المزور. شوفوا كما كتشوفوا الخدمه ديالو تبارك الله ما شاء الله. الخدمه ديالنا هي هذيك اللي معروف عندنا كيف ديما. فالزليج درنا هذا اللي كيشبه الرخام، هذا من بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو على السلعه. فكما كتشوفوا هذا هو الزليج اللي درناه كحل مع الرخام كحل، جا في هذا الشكل هذا. فهو الكونطوار هنا من بعد غادي تكون البلاك، غادي تكون لاهوط عفوا، وهنا غادي يكون لا بلاك. باقي ما تقبلناش ليه بحكم ما عندناش دابا البلاك، تيكون عندنا باش ناخذوا المقاس ديالو باش نقطعوا له بلاصتو تجي اكزاكت. فكما كتشوفوا هذا هو المطبخ ديالنا على هذا الشكل. وكما كتشوفوا من التحت مزلج مفيني على وديت الحشرات، كما كتشوفوا على وديت الحشرات. وهذا الميني بار هذا اللي درنا حنايا استغلناه واستغلينا هذه البلاصه ديالو لتحت اللي غادي نديروا فيها حتى هي بلاكار باش ما تبقاش خاويه، حيت الاغلبيه كتلقاه دار هذا الميني بار بحال هكا الطبله خارجه بحال هكا مفتوحه، ولكن كيسد هذه البلاصه ما كيستغلهاش. حنا استغليناها باش نديروا فيها بلاكار وتكون تقريبا هذه الا درتيها كلها مجوره تبارك الله راه تهز. المهم ديك الساعه الاختيار ديال مول الدار، ونشوفوا ديك الساعه شنو غادي يدير فيها بلاكار، واش يديروا مجوره ولا ديك الساعه الاختيار كيبقى ديالو. فكما كتشوفوا مفينيه كامله من التحت، لافافو حتى هو كما كتشوفوا مفيني مقاد، ما كاينش فين غادي يتجمعوا الحشرات. كما كتشوفوا هنا باقي واحد الضريبات غادي يتصاوبوا حتى هما ان شاء الله. فكما كتشوفوا ها ما كاين لا حشرات لا والو، ما كاين لا تقيبه لا والو، مزلجه كامله. فكما معروف عندنا ديما خدمه هنا غتكون بلاصه لافيسيل، ماكينه الصابون كما قلت لكم درناها على برا. فهذه هي الشوفه ديال الكوزينه. هذا هو لافافو اللي درناه من التحت كما كتشوفوا. كنعتذر على هاد ليكسيسوار درتهم هنا باش ما يتلفوش. فكما كتشوفوا ها هو مرونضي خدمه نقيه ما شاء الله، ودرناه راكب من التحت. ها هي ملي تركبوا هاد لافافو ما تاخذوش شي نوعيه ديال السيليكون اللي تكون رخيصه، خذوا داك السيليكون ديال الباربريزات داك الكحل اللي كيكون مجهد، هذاك كنضمن لكم 100% ما عمر لافافو كيطيح وكيجي صحيح. كما كتشوفوا درناه من التحت. هذه هي الطبله ديالنا، وهذه هي الشوفه ديال الكوزينه ملي كتكون جالس هنا غادي تكون تلفازه ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه هي الشوفه ديال المطبخ ديال الدار ديالنا اللي ولات هذه الشوفه عصريه. كما كتشوفوا قربكم من الصوره. هنايا غادي تكون الثلاجه، تما غيكون البلاك لاهوت ديالو، لافافو،
تما غيكون روبيني نتقبوا ليه بلاصتو، من بعد نشوفوا النوع اللي غناخذوه بعدا عاد نتقبوا ليه، حيت الا تقبتي دابا تحكم على راسك. كل كيختلفوا الروبينيات، اللهم حنا خلينا حتى ناخذوا الروبيني وديك الساعه نتقبوا ليه تقريبا ما فيهاش شي تكرفيس، ما فيها حتى شي حاجه. فهذا هو المطبخ، وهذه هي الشوفه ديال المطبخ. وكما كتشوفوا المطبخ كيف معودين ديما كتشوفوا المطبخ كيكون هذا الروند هذا سامبل. حنا ما درناش سامبل، درناه مغرغر من هنايا، مبيزوطي من هنا ومبيزوطي من هنا ومغرغر، وغادي بحال هذا الشكل هذا اللي كيعطيكم هذا الديكور هذا، وتيعطي هذه الشوفه هذه اللي كتجي بحال هكا كما كتشوفوا. نزيد نقربكم، شوف كما كتشوف كتعطي واحد الديكور، الا شتيها في المباشر كتعطي ديكور زوين. وميم طوط هذاك الماء الا طاح من هنايا ما كيطيحش الارض، كيطيح الماء كيبدا يدور مع هذه البلاصه هذه ما يطيحش عليك. وزيدوا درناها باش تعطينا هذه الشوفه هذه اللي زوينه. فكما كتشوفوا الموضوع ديال المطبخ هو هذا. الشوفه ديالو هي هذه كما كتشوفوا مفتوحه في الصالون. هذا هو المطبخ. هنايا كاين البالكو كما قلنا من بعد اللي غيكون الزاج. فهذا هو البالكو، درنا ليه تا هو نفس الزليج ديال الارض. هنايا غادي تكون ماكينه ديال الصابون، هنا غيكون واحد البلاكار اللي غادي تكون ماكينه ديال الصابون، وهنا غيكونوا بلاكارات وتا ماكينه الصابون غتسد عليها ما تبان لك والو، يبان لك غير بلاكار اللي الرخامه ديالو ها هي محطوطه هنايا حتى يتصاوب ديك الساعه وغادي نحطوه. فكما كتشوفوا الشوفه هي هذه ديال الدار، فهذه هي الشوفه ديال الدار. تبارك الله المنظر غزال، دار ولات فروجيه تبارك الله، الله يدخلها على مولاها بالصحه والسلامه. الجلسه ولات فيها زوينه وغزاله، الدار ما بقاتش مقناطه، ولات مفتوحه ولات مهويه، ولا الضوء منين ما دزتي كتشوف الضوء ما بقاتش مظلمه. كما كتشوفوا هذه هي الشوفه. هنايا الدوش كما مولفكم، فهذا هو الدوش اللي خدمناه بالزليج ديال 120 على 60، ودرنا الزليج ديال الارض مشى بحاله بحال الارض، نهضر لكم عليه من بعد. فكما كتشوفوا هذا الدوش لانيش كما كتشوفوا. هنايا كاين الدوش، هنا لانيش، هنايا غيكون الزاج من بعد ان شاء الله غادي يكون الزاج هنايا. فكما كتشوفوا طبعا الدوش راه طايح باش الماء ما يخرجش برا. ها هي المجرى درناها تما كاين كانيفو. هنايا غادي تكون طواليط دي سيسبوندي، هنايا غيكون لافافو. فهذا هو الدوش كما كتشوفوا، صغرناه شي شويه حيت كان كبير. وكما كتشوفوا هذا هو الدوش. فينيسيو اللي مولفينكم هي اللي كاينه كما كتشوفوا. فهذا هو الدوش. هنايا كولوار، هنايا غرفه ديال النوم هي هذه كما كتشوفوا، هذه بيت النعاس. هنا غيكون بلاكار ديالنا اللي معروفه، ها هي بلاصتو كاينه مزلجه مقاده. وهذا البيت الثاني حتى هو كذلك، هنا البلاكار فهو هذا. والسترجم اللي كنت قلت لكم من قبل كان طويل وما كناش مستافدين منه، فكما قلت لكم غادي نستافدوا منه. كما كتشوفوا ها هو شديناه رديناه جلجناه ودرنا ليه الضاله من الفوق، درنا ليه الضاله من الفوق. هنا غيولي سرجم، وممكن انك توقف هنايا وتستمتع بهذا المنظر هذا اللي غزال. فكما كتشوفوا استفاده، ما ضيعناش هذه البلاصه، استفدنا منها غيكون عندك بلاكار تما كاين عطا الله ما يدار فيه، وما يمطو كيبقى لك سرجم لي كارو، وما يمطوش الشوفه في البيت كتبان زوينه. فهذه هي الغرفه الثانيه. ونهضروا ندوزو للمساله ديال الزليج درنا هذا النوع هذا هو ديال فوق باركي، زليج ديال 90 على 22 اللي شبيه اللي كيشبه العود. لا شتيه تقول فوق باركي ديال العود. اما الخدمه فما نعاودش نقول لكم كيف مولفينكم ديما الماستيك بالكولور ديالو. فكما كتشوفوا الخدمه غدا مرازيه ما كاينش العيب. وكما كتشوفوا وهذا رغم هكاك راه حرش تيشد السيما، ملي كدوز ليه الماستيك كيشد السيما، ولكن حنا كناخذوا برودويات وكنعطيوه الوقت حتى كنقيوه باش كيرجع اللون ديالو الاصلي. كما كتشوفوا ما كاين لا وسخه ما شاد حتى شي حاجه، كيرجع اللون ديالو الاصلي. فهذا الثمن ديالو كنا خديناه في الاول ب 165 درهم، كانت الزيوده فيه 5 دراهم. حاليا كانت خاصني منه واحد 4 ديال الكرتونات مشيت خديتهم، لقيت تزادت فيه 10 دراهم بالنسبه بحكم المعرفه، خلاوه ليا انايا ب 70 درهم، وهو قرا تزادت فيه 10 ديال الدراهم.
دونك مده قليله مشينا عاود رجعنا لقيناه تزاد. فكما كتعرفوا الاسعار فهي غادا كتزاد، واللي باغي يصلح ومقبل على الاصلاح وعجبو شي زليج احسن له ياخذو ويحطو حتى يوصل عليه ديك الساعه ويركبو. هذه نصيحه من عندي، حيت علاش راه الا عجبك الزليج ولقيتيه بواحد الثمن هذه المره، راه الا غبرتيه عليه غير واحد الشهر ولا شهرين كتلقى الثمن زاد. هذا الشيء شنو سببه؟ العلم لله، والله يرزق الصحه والسلامه وصافي. المهم انا هذه نصيحه من عندي، اللي مقبل على الاصلاح وباقي ما وصلش وعجبو شي زليج احسن ياخذوا في هذه الوقيته هذه، حيت علاش من بعد هذا راس العام ان شاء الله غادي تكون واحد الزياده هذه ضروري نعولوا عليها. كاع البرودويات كتلقاو تزادوا. فانا حاليا كما قلت لكم مشيت خديت واحد 4 كرتونات من هذا الزليج اللي كنا خديناه شحال هذه، لقيت مزيوده فيه 10 ديال الدراهم. ما بالك مور راس العام شنو غيكون. فكما كتشوفوا هنا هذا الحيط هذا اللي خليناه بحال هكا، هنا غادي يكون واحد الديكور بالعود، هنا غادي تلبس بالعود، بلاصه البلاكارات باينين. فكما كتشوفوا الشوفه ديال الدار هي هذه، وهذا هو الزليج فوق باركي ضربنا به الدار كامله. شوف تبارك الله الشوفه كي ولات ديال الدار، نزيد نقربكم منها. فهذه هي الشقه، ومنين غادي يركب الكليراج وغادو الصباغه وغيتلو وغيولي لون واحد موحد وغادي يولي ابيض، حيت غادي نصبغوا بالابيض سامبل، غادي تولي واحد الشوفه لوحده اخرى. فكما كتشوفوا نتوما مشاهدينا الكرام غادي تقولوا لي واش تبدلات الدار، واش كاينه شي شوفه ولا ما كايناش. فكما كتشوفوا راه حتى اللي جالس في الصالون كيبان له البحر، راه غير كنبعد كتكون ديك. فكما كتشوفوا واخا تكون في الصالون راه كتبان الشوفه، حيت الشوفه مضببه راه كاين البحر كيبان من هنا. واخا تكون جالس في الصالون كتبان لك الشوفه ديال البحر. فالدار كامله ولات فروجيه ما بقاتش مقناطه. اون فوا كتلقى هذا المطبخ اللي مفتوح قدامك، لانطير فور راه هي بلاصتو. كما كتشوفوا الكاوس استخدمناه بالسامبل. هنايا غادي يكون واحد البولات اللي طوال، هنايا فهذا درناه بارز اللي فوق الكونطوار بحال الكونطوار نفس العبار. وكما كتشوفوا هذه هي الشوفه ديال الدار ديالنا. فكما كتشوفوا كوزينه مفتوحه، الدار ولات مفتوحه. فمشاهدينا الكرام هذا هو الفيديو، وسمحوا لي حيت طولت عليكم مابقاش كنشارك معكم بحكم الله ما كنسالي. وملي كيكون شي فيديو معاود ديال السطاح ولا ديال شي حاجه مجعوده كنبغيش نشاركو معكم، ولكن ان شاء الله كاين مفاجات نور راس السنه ان شاء الله اللي غادي نكونوا في كازا. كاين مفاجات وكاين واحد وجدنا وخدمنا وكنوجدوا في واحد الكيل اللي غادي يكون كبير ان شاء الله، اللي غادي نقدروا اننا نلبيو الطلبات ديال كاع خوتنا المغاربه في جميع المدن، لان كيجوني اتصالات بزاف، ولكن بحكم باش غادي نخدم في كاع المدن ونشد بواحد الكثره ما نقدرش. ولكن الحمد لله عندنا دراري حنا دابا كنستاجيوهم الحمد لله اللي يقول وجدوا، وان شاء الله اللي غادي تكون واحد الدخله اللي جديده، واللي غادي بغيت ولي فارق بغيت نصلح داري ان شاء الله اللي غيكون في واحد الحله جديده، واللي غيدخل في واحد الحله جديده، واللي غيعطيكم واحد المفاجات ويلبي لكم الطلب ديالكم. وطبعا الاثمنه ما حنا غنديروا المستطاع ديالنا، واللي عندك نخدموه لك به وبالجهد اللي بغيتي نديو فيه اللي بغيتي تخسر في دارك. فاحنا ما علينا اننا نخدموا لك دارك بالجهد ديالك. وكما كتعرفوا سولوا على راسكم الا لقيتوا هذه الاثمنه اللي كتكون ولا لقيتوا هذا التعامل اللي كنتعاملوا حنايا من شي وحدين اخرين، ما كنظنش لان الاغلبيه ديال الفروق وديال القنوات كيقلبوا على الربح وكيقولوا واحد الاثمنه اللي خياليه. فحنايا ما كنطمعوش وكنحاولوا نتعاونوا مع خوتنا المغاربه. الحمد لله كما كنوعدكم هذه الغيبه اللي غبنا موراها مفاجاه اللي كبيره ان شاء الله. بحال كما قلنا حنا غبرنا هذه الغبره هذه اللي كنستعدوا باش اننا فريق بغيت نصلح داري في هذا راس السنه ان شاء الله يكون يدخل واحد الخلاق اللي جديده ان شاء الله، واللي غيدخل بواحد الجهد وبواحد القوه ان شاء الله باش يلبي الطلبات ديالكم. وكنعتذر من الناس اللي عطلت عليهم الموعد ديالهم، ولكن كنقول لكم وكما كنوعدكم مور راس السنه ان شاء الله غنلبي لكم الطلب ديالكم ان شاء الله، وما يكون على الخير ولا يوفقنا الخير. فمشاهدينا الكرام
كنشكركم على المشاهده وكنشكركم على الدعم ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينه. فكما كتشوفوا هذه هي الشقه وهذه هي الفينيسيو اللي وصلنا. وكيف ما كتشوفوا الجليج ندير لكم واحد النظره اخيره بدون افتخار. فالصنعه ديالنا معروفه. شوف الجليج ما شاء الله كيشعل نقي ما كاينش داك الوسخ. ومني غنبغيو نصبغوا ان شاء الله طبعا غادي ناخذوا الميكا رقيقه ديك الرخيصه وغادي نغلفوا الارض باش ما يوقع لا تكرفيس لا والو باش تبقى النتيجه غاديه كما بدينا. فكما كتشوفوا هذا هو البالكو حتى هو نفس الخدمه. درنا له واحد القرقاره تما من بعد وناخذها ما لقيتهاش حتى نقلب على هذيك المجرى. كما قلت لكم في فيديو قبل ما كاينين دوك المجرات العاديين ولكن حنا كنقلبوا على 314 بحكم حنا قراب للبحر. 314 ما كتصديش وكتعيش واحد العمر اللي طويل فلهذا خليتها حتى غادي نلقاها. فكما كتشوفوا هذا هو البالكو هذا هو الجليج ديالنا وهذه هي الشوفه وهذه هي الخدمه ديالنا. خدمه غنيه عن التعريف ما كاينش داك التعربيز. الجليج تيمشي نظامي كما كتشوفوا وانتم تقولوا لي الاراء ديالكم في هذا الزليج كي جاكم. فكما كتشوفوا مشاهدي الكرام هذه هي خدمتنا ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. وكنوعدكم وكنعتذر منكم ولكن انتظرونا وراء السنه ان شاء الله لا طول الله العمر اللي غادي تكون واحد الدخله زوينه واللي فريق بغيت نصلح داري غادي يكون في واحد الحله جديده ان شاء الله بغالب بالطلبيات ديالكم وان شاء الله غادي يكون غير خير. فمشاهدي الكرام استودعكم الله الى فيديو مقبل ان شاء الله.